إزاي تجنن الشخص اللي بيتجاهلك وتخلّيه يرجع يهتم بيك زي الأول؟ لو طبّقت الكلام ده وعرفت تتعامل بطريقة صح، هتعرف تخلّيه مجنون بيك وعارف قيمتك ويندم على كل لحظة تجاهلك فيها. وبالمناسبة أنا باتكلم بصيغة المذكر دايمًا، بس كلامي بيكون موجه للبنات والولاد، علشان بالاقي في الكومنتات حاجات غريبة. وما تنسوش تعملوا حفظ الفيديو ده علشان أكيد هتحتاجوه. خلّيني باختصار في الأول أقول لك هو ليه بيحصل التجاهل؟ ليه الطرف التاني بيتجاهلك أصلًا؟ أكتر حاجة والسر اللي بيخلّي الطرف التاني اللي بتحبه يتجاهلك هو الاهتمام الزايد عن حدُّه. لمّا الطرف التاني بيتجاهلك ده معناه إنك مدّيه زيادة عن اللزوم من الاهتمام والحب والمشاعر، بتوصل لمرحلة الغرور وإنك مضمون بالنسبة له. خَد كل حاجة مرّة واحدة وخلاص اكتفى ذاتيًا منك، وهو ده اللي بيوصّله إنه بيكون أونلاين ومش بيكلمك، بيوصّله إنه بعد ما يكون بيكلمك كل ساعة بقى يطنّش المسدجات ويقول لك أنا مشغول وهكذا. والإنسان بطبيعته لو اكتفى ذاتيًا من حاجة خلاص ما بيعوزهاش. ببساطة أنت لو جعان وعايز تاكل وكلت بسرعة مرّة واحدة هتشبع على طول،